سلام الله عليكم متتبعي قناة فاطمة أشرف. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الرائعة اللي كتوجد في أقل من 2 دقائق. إن شاء الله نتمنى تعجبكم. كنحتاجو البصلة مشرودة بهذه الطريقة، كنحتاجو لواحد 2 صوصات ديال الثومة، زائد واحد شوية ديال الربيع يعني قزبر ومعدنوس، داكشي اللي موجود عندكم في الدار. زائد كنحتاجو الكلوة ديال الغلمي، يعني سواء وحدة ولا جوج اللي كان موجود ماشي مشكل. بطبيعة الحال شوية ديال العطرية من الاختيار ديالكم، وشويه ديال الزيت. كنتمنى يكون عندكم طاجين بحال هذا في الدار، اللي صراحه كيجي داكشي فيه زوين، يعني كيطلق النسمه ديالو. في الطاجين كنديروا شويه ديال الزيت باش ما يلصقش لينا البصله. من بعد ما كتسخن الزيت كنضيفوا البصله والربيع والثومه اللي قطعناها. بطبيعه الحال كنحركوهم شويه بشويه. كنستمروا في التحريك باش ينسجموا ديري الغلاقه ديال ثلاثه بيهم. الطاجين. وكنغطيو عليهم الطاجين باش يصهطوا شي شويه ويطيبوا. من بعد كنستمروا في التحريك. كنضيفوا ديك العطريه ديالنا، بطبيعه الحال ما نساوش الملح. من بعد كياخذ هذا اللون هذا كنضيفوا الكلوه اللي قطعنا طروفه. للاسف ما تشدتش في الكاميرا، وقع مشكل في الهاتف. كنغطيو عليهم شي شويه، ومن بعد كيوجدوا لنا بهذه الطريقه هذه الرائعه جدا، اللي فيهم واحد المذاق ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم. تبارك الله عليكم.